يتعلق بقضية الصحراء الغربية، فإن التطورات الأخيرة التي شهدها هذا الملف تؤكد رجاحة ما طلبت وسعت من أجله الجزائر طيلة العقود الخمس الماضية، وهي التي ما فتئت تنادي بحتمية تنظيم مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو. وبناء على ذلك فإن الجزائر ترحب أيما ترحيب بالمسار التفاوضي الذي تم إطلاقه مطلع هذا العام تحت إشراف مشترك من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وهو المسار الذي شاركت فيه الجزائر مثلها مثل موريتانيا الشقيقة بصفتها بلداً مجاوراً لطرفي النزاع وطرفاً ملاحظاً في المسار السياسي الذي يلتئم فيه هذان الطرفان. وفي ذات الحين تتطلع الجزائر بكل صدق وبكل إخلاص لأن تفضي هذه المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، إلى بلورة حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية على النحو الذي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2797، وبما يسهم في توفير شروط ومقومات استعادة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية برمتها. وفي